السلام عليكم. يقول لك انه مرة من ذات المرات دخل ابو علقمة النحوي على الطبيب. طبعا ابو علقمة النحوي هذا شخص كان غثيث، يعني كان ثقيل في اللغة، يستخدم مصطلحات ومفردات غريبة ومعقدة في اللغة العربية علشان يعجز الشخص الذي امامه. المهم دخل على الطبيب فقال له: إني أكلت من لحوم هذه الجوزال فطسأت طسأة فأصابني وجع بين الوابلة إلى دأية العنق، فلم يزل ينمو ويربو حتى خالط الخلب فألمت له الشراسف، فهل عندك دواء؟ قال له الطبيب: والله يعني موضوعك سهل، خذ خربقا وشلفقا وشبرقا فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه بماء الماء، إن شاء الله أمورك طيبة. فقال أبو علقمة: أعد علي ويحك فإني لم أفهمك. فقال الطبيب: ومن أقلنا إفهاما لصاحبه، وهل فهمت منك شيئا مما قلت؟ فحينها ضحك أبو علقمة وضحك الطبيب وضحكت الكوفة وبلاد الشام وبلاد ما وراء النهر. عجيبة النكتة هذه، جميلة صح؟ المهم، طاب يومكم، السلام عليكم.